إلى الدرس السادس، وهو طور الحدي في الطريق. طور الحدي في الطريق أو تعبير العجم الحدي بالعجم لا بمعنى أنه نقيد طور الحدي من السمعة قبل تقول شيء لا خاف سامعة زين. الحدي من الأطوار الحسينية الحزينة التي تؤدي أو تؤدى بأكثر من طريقة في الشعر الفصيح والشعر الشعبي. وحيث كلامنا الآن في أطوار الشعر الفصيح سوف نتكلم عنه باختصار ونقتصر على بيان طريقة واحدة له، والتفصيل وبيان الطرق الأخرى ستأتي إن شاء الله في مجال الشعر الشعبي والفصيح كما سيأتي. كيفية قراءته هذا طور الحدي في الطريق يعني في الشعر الفصيح. هذا الطور يعتمد على النطق بكلمات ببطء، وتعتمد هذه الطريقة التي نريد بيانها هنا من طور الحدي على المد بمقدار معتدل في كل كلمة من البيت من الترجيع والصعود. لما قلنا اكو مد ترجيع مد ترجيع الى اخره. هذا الصعود والنزول والتلاعب بالصوت يسمونه ترجيع. قلنا الرواديد يسمونه ترنلات. وكل كلمة من البيت مع الترجيع والصعود فيما يسبق الكلمة الأخيرة، ويقرأ آخر الشطر من البيت بونة خفيفة، ومثالها كما سيأتي في هذا البيت. نرجع لمن؟ طورنا كنا مقدم طور الحدي في القريب من مقام العجم. وقضى لهيفا لم يجيب غير القنا ظلا ولا غير النجيب شرابا لفي لجسمك في الصعيد مجردا عريانة تكسر الدماء والثيابا. شوف شلون يا مقام العجل. هسه راح تكررونها وراي، بس قبل ما اكررها خليني اثبت لك وين راح يصير المد وين يصير الترجيع. هذا شوي صار عندي ناس. وقضى لهيفا لم يجيب غير القنا ظلا ولا غير النجيب شرابا لفي جسمك في الصعيد مجردا عريانة تكسوه الدماء ثيابا. يلا بعد لك بسم الله. وقضى لهيفا لم يجب غير القنا ظلا ولا غير النجيب شرابا لفي جسمك في الصعيد مجردا عريانة تكسوه الدماء ثيابا. من اللي يقدر يطلع أولا صوت محمود بنينا ونينا حسين يا زين أنا حسين يا زين